يا جدع نفسي مرة انزل جيم اعمل لقطات واطير في الجو واطلع اجنحة زي ما الناس بتعمل، بس انا مش عارف ليه الحظ وحش كده. حسن الحظ ان في الدايرة الخضراء دي، فيلا نرجع للجيم تاني بقى. نزلت في المكان ده عشان صراحة بيكون في لوت كتير زي ما انت شايف كده، ويا نهار ازرق وشكلي هروح على اللوب وش كده وش. ثواني البتاع ده حلو انه طلع بوت والله. والله حلو انك طلعت بوت يا ابني، ده انت شكلك ابن حلال. ثواني افنشك واجري بقى عشان صراحة خايف. يا نهار ازرق حاسس ان انا هموت. بص الهيل، بص الهيل. بتعمل ايه؟ قوم يخرب بيتك، قوم يلا اجري، يلا اجري ياض، اجري 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 يخرب بيت كسلك. اطلع لفوقي واقعد هنا. هيل بقى يلا. انا بخاف جدا على فكرة من الحركات دي. انتوا حافظيني، انا اظن الناس اللي عارفاني من زمان يعني اخده بالها جدا من الحركات دي. ده يعني مش من اول حلقة نزلتها يعني. انا كده كده اصلا طول عمري بوت يعني، ماليش في اللعب ولا الحركات والحاجات دي خالص. خالص انا لا ابدا ابدا مفيش يعني. بس اروح على فين تاني؟ تفتكروا ايه احسن مكان ممكن اروح له؟ اروح تاني هنا ولا لا؟ انا عايز الوتهم، بحب اللوت. انا من زمان وانا بحب اللوت. انا هروح الوت الولد اللي انا قتلته ده، عايز الوته الصراحه. هو في صوت حد ولا انا اللي فاهم غلط؟ اه ده ضرب نار واحد قدامي. يا نهار ازرق يخرب بيتك. البتاع ده جه فين؟ السلاح معلق والنت بايظ ايه ده؟ على فكره هو البنج عندي بيكون ساعات مش عالي، ولكن بيكون الجهاز معلق او النت معلق. انا بقيت انا نفسي بعلق صراحه، مش عارف ليه. بس يلا مش مشكله، طالما كل حاجه بتعلق كده فيلا عادي. ضرب نار تاني. انا بخاف من ضرب النار ومش عايز اروح كده كده يعني. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده إيه؟ حيلك يا ابني، حيلك على مهلك. في ايه يا بابا؟ في ايه؟ لحظات بس. اطلع، ايوه اطلع وخد وتتفنش وش كده. ايه ده؟ خرب بيت صحابك يا ابني. يا ابني بقى بطلوا تخضوا الناس يا ابني. يا ابني انا بكره الحركات دي. العبوا حلو، العبوا حلو، عشان انا بتضايق من كده. واللي بيتضايق من كده يا ريت لو يشرفنا تحت في الكومنت، يقول لنا انا برضو بتضايق من كده زي ما انا برضو بتضايق من الحركات دي. ثواني سموك بقى، سموك بقى ولوت. مين بيحب اللوت قد ما انا بحبه يا شباب؟ انا بعشق اللوت صراحه، بحب اللوت باسلوب مبالغ. ما بحبش العب ولكن بحب الوت. يلا بينا. الجيم قرب يخلص ومفيش حد خالص. ايه ده؟ في عربيه جايه. يا ما انت كريم يا رب. اطلع بقى اشوف مين. خدوا تعالوا، خدوا اقول لكم على حاجه يا شباب. ثواني بس. طب اشربوا شاي، طيب اي حاجه نشربها طيب. انتوا عارفين انتوا تقعدوا معايا ولا في ايه؟ لا دول شكلهم خايفين مني عشان شكلي جامد. ايوه انا شكلي جامد فعلا. يا نهار ازرق، يا نهار اسود ومنيل. التاني راح فين؟ هو وقع. الاتنين انا وقعتهم خلال هجمه واحده. يخرب بيتك والله لا فنشك يا ابني ليه. يا جماعه بصوا الهيل يا جماعه، ايه ده؟ يا نهار ازرق. شايفين الهيل؟ انا كنت ممكن اموت على فكره. كانت الحلقه باظت وكل حاجه باظت. الله ينتقم منك، الله ينتقم منك، ده انت راجل تافه. تعالوا بقى نلوت ونشوف الناس دي كان معاها ايه بعد الخضه اللي هم خدوها لي دي. لا بس معاهم لوت جاحد. نفسي اعرف الناس دي بتجيب اللوت ده منين. بقعد ادور طول الخريطه وطول الجيم علشان خاطر الاقي مثلا قناص زي القناص الحلو اللي اسمه الكار ده. ما بلاقيهوش خالص. بص في واحد قاعد فين، بص بيلوت زي ما انا بلوت. ايوه احنا محبين اللوت. اخد طلقه هيد شوت وما حصلوش حاجه. يا ابني هو انت لابس خوذه يعني من بره اللعبه ولا انا اللي فاهم غلط؟ ده لو انا اللي خدت الطلقه دي انا ما كنتش هروح على اللوبي. انا كنت هطلع بره اللعبه اصلا، كان الموبايل هينطفي لوحده. يا ابني يا نهار اسود. وفي اللحظه اللي ظهرت فيها الرساله دي على شاشه الموبايل عرفت ان كل حاجه باظت وان السبب هو الراوتر. وطلعت اجري علشان احاول اصلحه والحق الموقف، ولكن للاسف يظهر انها اتاخرت وفات الاوان.